قلعة وحصن نزوة انبنت بطريقة مش عبقرية، ما بعد العبقرية. وين ما تدخل في فخ، هاي فخ 1، فخ 2، فخ 3، فخ 4، فخ 5. نشوف المدينة كلها من هون هيك مع بعض. أيوة. هاي القلعة من فوق. شوف الأبواب، شوف لي الأبواب. هاي أبواب نزوة، عدة أبواب. هاي سيدي الخريطة مشان تتعرف عليها. يعني أنت من هذا من الأرض لين هذا الحوز هذا كله ردم، ما في غرف تحت. ارتفاعه 34 متر وقطر البرج الدائري 45 متر. أهلا ومرحبا بكم في سوق نزوة المركزي الجميل. هذا سوق حارة العقور يمتد لمسافة 2 كيلو وبه 17 برج وأيضا 4 صباحات رئيسية. وهذا بوليد يعني نفرخ نسوي الهديس نسوي هذا شوك باطلين وكله لها أنفيات. مدينة نزوة رائعة جدا. شوف لي بيوت القديم الطين هناك، شايفين بيوت الطين هناك؟ شوفوا هذا الجديد، هذاك الطين. بس خلص لما تسألني عن عبقرية الإنسان المسلم في بناء القلاع، ما هو شوف احنا مش بس عملنا خطط عسكرية، مش بس عملنا زراعة، مش بس عملنا عمارة، مش بس عملنا تعليم، مش بس عملنا صحة. لا، لما تدرس حضارتنا انت ستكتشف انه في عقلية مسلمة عبقرية ليست عادية، اشتغلت على معالم لليوم باقية وكثير منها لا يزال بيشتغل. يا أخي هاي عمان وأهل عمان كل يوم بيصدموك بشغلة جديدة. هذه القلعة انبنت بطريقة مش عبقرية، ما بعد العبقرية. لا يمكن انك تخترق هاي القلعة او انك توصل لسطحها محل ما انا موجود، لانه ببساطة شديدة المكان اللي انا واقف فيه هو زنزانة. ببساطة شديدة هذا المكان من هون انت اذا دخلت من الباب بيرمي عليك زيت من هون او مي سخنة. هي بوابة القلعة يا شباب. حركات هاي ما بنتبه عليها الا واحد زي حالاتي. شوف يا سيدي، لما تفوت على البوابة بدك تنتبه إنه في فوق راسك هون، من هون كانوا يزتوا الزيت، بس تيجي زي هيك وتفوت طك وروح إيش بخلص عليك بالزيت. هاي الفتحات اللي برموا عليك بها من الزيت. هاي الفتحة اللي بينزل عليك الزيت لما تدخل من الباب، بيروح من هون منزل الزيت أو منزل المي السخنة. هاي أول واحدة. خلاص نمشي. وهي هون الباب الثاني. انت بتفكر حالك فتت، لكن على الباب الثاني هون على الارض حتلاحظ انه في فخ، بس تيجي عليه زي هيك وإذ بك تسقط في هذا الفخ. تمام؟ هاي هذا الفخ الثاني. هاي هون الترتيبة كلياتها. هاي شوف يا شباب التحصينات العمانية القديمة. عشان تفهم العمانيين هذول مخهم كيف كان يشتغل، بدك تيجي هون هيك وتشوف العبقرية اللي كانوا يشتغلوا عليها. شوف آبار مياه عميقة، هذا مش بس عشان تشرب، لا في شغل، في إشي. شوف هذا الجدار يمتص الجدار مباشرة تأثير إطلاق المدافع، مشان هيك هو تارسها تحت رمل. يعني أنت من هذا من الأرض لين هذا الحوز هذا كله ردم، ما في غرف تحت، هذا كله ردم والله لهناك. وبعدين هناك عند الشباك. هي اللي عند الشباك، يعني هذا هيك لعند الشباك يا شباب. أيوة هذا كله ردم، يعني معبى تراب وحصى مثل هذا، هيك كامل مشان يقدر يطلع فوق يوصل إنه شيء درج داخل تطلع لين فوق، وعاد هناك تكون حماية حال جنود هنا. وبعدين فخاخ، وين ما تدخل في فخ. هاي فخ 1، فخ 2، فخ 3، فخ 4، فخ 5. هون برضو إذا أنت نجيت من الأول والثاني تروح واقع وين؟ في الفخ اللي بعده. هذا فخ برضو، وبمر هاي شوف السوائل الساخنة بيرموا عليك مياه ساخنة، حماية بيقدر يشوفك بتقدرش تشوفه، كل هالتفاصيل. بعدين هيو تعال جاي، بعدين في عندك كمان فخ بتفوت انت مسكين هذا بتفكر حالك دخلت من الباب طب الا انت نازل تحت وبسكر عليك ولا اشي. هي انت هناك الجنود كانوا بيصلوا، يعني ما فيش توقف حتى وقت الحرب. العقيدة وقت الحرب، شوف حتى وهم في الحصار لازم يأدوا الصلاة الشباب، جزاهم الله خيرا. ناس بتحارب، ناس بتحرس، ناس بتقاتل، وفي ناس بتصلي. الحمد لله. شوف يا حبيبي ما شاء الله، ما في حرب عادي وفي صلاة كمان، ما في مشكلة. أي نعم، هذا المصلى كانوا يصلوا هون وهيك كانت تضرب المدافع. أي نعم، وهي هيك المصلى. شوف ما شاء الله، هذا المصلى من الداخل، هذا سقف المصلى هي من الخشب ومن جريد النخل. بعدين اللي بيمسكوه
يروحوا رامينه هون في الزنزانة. إن شاء الله هون. إيش هاي يبدو لي الزنزانة هاي ولا لا؟ شوف هنا مخزن السلاح، بيروح من هون منزل الزيت أو منزل المي السخنة، شايف؟ وهون نفس الاشي. هاي في زود بوابة هون، هاي هذا انتو شايفينها، في بوابة هاي تحت. نعم. وهون كمان نفس الاشي، ممكن هاي الفتحة، من خلال هاي الفتحة يرمي عليك الزيت. يا سلام. هاي زنزانة اللي بمسكوه برموه هون. عبقرية الإنسان العماني المسلم لما يحب يدافع عن أرضه وعن وطنه وعن بلده. هاي هون نفس الاشي، شايفينك وين بدك تروح. هاي هون نشوف المدينة كلها من هون هيك مع بعض. أيوة. هاي القلعة من فوق، وعندهم بئر مي حتى هم بفوق، بنقطعوش من المي، أمورك تمام. هذا أعتقد إنه بئر ماء، هذا طبعا بئر كمان، هذا غالبا كمان بير. شوف البير، تعرف يعني عمقه يمكن فيه 35 متر 40 متر. بلاش انت، هذا تخيل هذا مكان للعسكر. تعال نشوف غرفة العسكر. يا سلام، غرفة العسكر. هاي غرفة العسكر. طبيعي حطوا أسلحتهم، بقعدوا بيضبطوا حالهم، ارتاحوا من حر الشمس مثلا. هون في مدافع، في ناس على المدافع. هاي مدافع داير ما يدور. شوف بعدين المدفع كيف حديدته فعلا يعني مؤذية. وهنا هاي المدفع وهي حديدة المدفع. هاي القاذفات. اي نعم، محاكاة للقاذفات. وشوف الارتفاع، ارتفاعه محترم يعني مش أي كلام. ارتفاع القلعة 40 متر، أول 25 متر تقريبا أو 30 متر متروسة ترس تراب، وبعدين مفرغة بطريقة إنك مشان الحصن يتحمل، وبالتالي أسوار عريضة جدا. وهنا طبعا العساكر كانوا يوقفوا على هذا الممر في هاي القلعة الجميلة. يعني يا هيك شغل يا بلاش. في ناس على المي السخنة، في ناس على الزيت، في ناس على التموين والتسليح، في ناس على إنه يفتح الباب وتوقع في الفخ الأول، إذا مش الأول الثاني، إذا مش الثاني الثالث، إذا مش الثالث الرابع أو الخامس. شوف هنا مثلا إذا أنت دخلت، إذا أنت حاولت تدخل تنزل هون، على طول في واحد واقف لك فوق، في واحد واقف فوق بنزل عليك الزيت السخن، فأنت بتطلع إيش؟ مشوي خالص يعني. هون مثلا نفس الاشي، مي سخنة يا سيدي، يعني إذا بدكش تنحرق بالزيت ممكن يخلصوا عليك بالمي السخنة، فالأمور طيبة يعني تفكرش. شايف؟ وبعدين قاذفوا الصخور، في كمان صخور، يعني هنا بكرموك بأكثر من طريقة للموت. أيوة، حابب طخ حبيبي، في حدا بيراقبك، ما فيش تقرب، لعب ما في. بعدين في عدة زوايا، في هيك وفي هيك. شوف هاي عدة زوايا لعملية الدفاع عن المدينة. في 3 نقاط للمراقبة، درجين يمين يسار، مشان تقدر توصل بأسرع وقت ممكن لأعلى السور وتراقب كل مدينة النزوة وتحميها من أي اعتداء. يعني أنت بتراقب من 3 نقاط. هاي كمان درج، واللي أنا واقف عليه هذا الدرج الثالث. شيء جميل. في ناس موجودين على الممر اللي في الأعلى هذا، معاهم بواريد. الآن إحنا أنا وياكم شو رأيكم نطلع فوق هيك؟ شو بيطلع معانا، شو بصير معانا هون هيك. أي نعم. شوف خليك معي، اعتبرني أنا جندي طالع هيك، بدي أدافع عن هاي القلعة أو أحرسها وأراقب من بعيد. شوف المنظر اللي أنت بتشوفه. خليك معي، جهز لي حالك، جهز لي عينيك الحلوين، جهز لي، بقول لك جهز لي. أيوة بس هذا هو. شوف يا سلام، هاي مدينة نزوة. شوف، والجبال تحتضنها، النخيل، بيوت، فيش ارتفاعات، فيش ناطحات سحاب، فيش حداثة، فيش بهدلة. يا سلام، اسمع صوت العصافير، اسمع. شوف الحياة. هاي اسمها سكنة، هاي اسمها مدينة. هذا اللي بنحكي فيه. شايف؟ فيش لا قزاز ولا حديد ولا ناطحات سحاب ولا بهدلة. بيتك على الأرض
ربنا خلقنا مشان نعيش على الأرض، مش في الطابق 36. شوف 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 شوف، وهاي القلعة من جوا. شو بدك أحلى من هيك؟ وهاي الميدانية شامخة هناك. شو بدك أكثر من هيك عبقرية؟ وبتحكي أنت عن مكان عمره 1000 سنة، وبالتالي إشي بصراحة يعني يقدر عاليا، يحترم عاليا. وأنا لو هم ولعوا النار، في ناس كمان بتطفي النار. لو هم حاولوا إنهم إيش يعني يشتغلوا على إنهم يحرقوا القلعة أو يأثروا فيها. ممتاز ممتاز ممتاز، هذا شرح أعجبني كثيرا، جزاكم الله خيرا. الناس هون طبعا حافظوا على هذا التراث، حافظوا على هذا الإرث اللي حقيقة يحق لهم أن يفتخروا به. إذا بدك تفهم العقلية العمانية العبقرية في بناء التحصينات، بدك تيجي على هاي اللوحة. هون بيشرحوا لك كل شيء. هاي اللوحة شيء رائع حقيقة. هذه هي نزوة، وهذه هي عمان، وهدول هم العمانيين. وين بده يروح البرتغالي ولا الإسباني لما يدعس على هاي الأرض؟ ولا إشي، فرموهم فرم. نحن نازلين من القلعة من فوق. والله شيء عبقري. شوف الباب ما شاء الله أحلى. هون الفخ الثاني تحتيه بالضبط، هون كمان الفخ الثالث. يا زلمة روعة. شو هذا؟ شوف، ولأنك بتحب المعلومات الحلوة، مدينة نزوة بسبب هذا المكان أطلق عليها لقب أو اسم جميل جدا. هذا لقب تشريفي لهذه المدينة. شو هو؟ بيضة الإسلام. يعني في يوم من الأيام هاي نزوة، مدينة نزوة كان اسمها بيضة الإسلام. هذا اللقب التشريفي الفكرة منه بسبب أنه هذا المكان كان مركزا يشع منه العلم والحكمة والحضارة، ولا يزال طبعا، ولا يزال أطلق عليه هذا الاسم. وبالتالي المقصود يعني أنه هذا المكان كان قلب الإسلام في عمان، وكان مركزه العلمي والسياسي، وليس لأنها يعني هي المدينة الوحيدة المسلمة أو الإسلامية، لا أبدا، يعني فقط هو لقب تشريفي. طيب، هذا اللقب التشريفي لماذا أطلق على هذا المكان؟ أطلق عليه لأنها كانت عبر قرون العاصمة السياسية للإمامة العمانية، وكان أكبر مركز للعلم والفقه الإباضي، وأيضا كان مقر للأئمة والقضاة، وكان مكانا تنسخ فيه الكتب وتدرس العلوم. شوف المكان الذي بيهتم بالنسخ، هذا مكان يشع دائما منه التدريس، العلم دائما وأبدا. وكانت أيضا هذا المكان منطلقا لنشر العلم والدعوة في أنحاء عمان، لذلك حازت على هذا اللقب. طبعا هذا سرى على مدن كثيرة جدا في حضارتنا الإسلامية وعلى رقعة جغرافيا العالم الإسلامي، منها مثلا مدينة بغداد كان يطلق عليها أيضا بأنها بيضة الإسلام. السلام عليكم، كيف حالكم؟ ما هذه البرودة؟ عندك مشكلة ندردش حول هذه البرودة؟ السلام عليكم أول شيء. كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ يا مرحبا سهلا. أولا ما تعرفناش على اسمك الكريم. سليمان مصبح الزكواني. حياك الله أستاذ صباح الزكواني. سليمان مصبح. سليمان، حياكم الله. ما أخبارك أنت؟ أنا بخير. أنا اسمي مراد. أيوة. من فلسطين. يا مرحبا وسهلا. هذا البرودة القديمة هذه. قديمة. طيب إيش هي، شو اسمها؟ هذا اسمها كند. أنا اسمها كند. كند. أيوة. بو 10 حد يقول بو 10 تشيل 10 طلقات. بتشيل 10 طلقات. أيوة. تضربهم ورا بعض؟ لا، ما تماتيك، يدوي. أيوة، منوى. أيوة. ومداها كم؟ والله مداها واجد، يمكن توصل لها 100 متر مثل أكثر. أي أكثر والله. أيوة. هي صناعة إيش؟ هذا إنجلند، بريطانية. أي نعم. وهذا قديمة فوق 100 وشيء، 100 سنة وشيء حالي. حقيقي اللي معك؟ وهذا رصاص حقيقي. نعم. وهذا أنتم ممكن تستخدمها لليوم بتصيد يعني لا بس أنا كتقول حارس أمن في القلعة. أنت حارس الأمن؟ أي نعم. ما شاء الله. يا مرحبا سهلا. أنت تبقى هنا ليلا يعني؟ هي هنا موجود. هذا اللباس العماني. هذا اللباس العماني. أيوة. اسمه شو اسمه؟ هذا قال هذا الدشداش أو كندور. هذا الدشداش. وهذا شماغ. هذا الشماغ. أي نعم. وهذا الشماغ العماني أيوة، الشماغ العماني. أي نعم. الله يحفظكم. آمين إن شاء الله. الله يبارك فيكم.
هاي القلعة مين بناها؟ مين؟ هذا القلعة بناها سلطان بن سيف. أيوة. أما الحصن بنانا بالعرب بن سلطان. هذا القلعة قديمة، هذا تقريبا الحصن فوق 1200 سنة تقريبا عمره. أيوة 1200 سنة. 1200 سنة، لكن الحصن 1200 سنة، القلعة فوق 370 سنة. 370 لا سنة. أول بناء الحصن. وهذا عاد لما قال الإمام السلط السيف بن سلطان عاد بنى هذا للدفاع. نعم. للدفاعات. انت لو تطلع هذا شاهد. ايوه يعني انت من هذا من الارض لين هذا الحوز هذا كله ردم، ما في غرف تحت، هذا كله ردم والله لهناك. وبعدين هناك عند الشباك. هي عند الشباك. يعني هذا هيك لعند الشباك يا شباب. ايوه هذا كله ردم، يعني معبى تراب وحصى مثل هذا. حصى مثل هذا. اي كامل مشان يقدر يطلع فوق يوصل. اي انه شيء درج داخل تطلع لين فوق، وعاد هناك تكون حمايه حال جنود هنا. كم ارتفاعه تقريبا هذا تقديرك؟ ارتفاع يمكن انا بحط فيه 15 متر. اكثر، يمكن فوق ال20 35 يمكن 30 35. اي ارتفاعه. اما قطره 45 القطر 45. اي الدائره هذه. والطرز العماره هون هذا خاص باهل نزوه. إيه خاص باهل العمان كامل. اهل نزوه كانوا يعيشوا داخل هذا المكان. داخل ما كلهم، اللي يشتغل عند الامام. اول شيء الامام يعني يشتغل عنده هنا هذا كان سكن للامام. سكن للامام، كان مقل الحكم اول هنا في نزوه. اي الامامه هنا كانت في عمان في نزوه. اي نعم. اي نعم. البرتغاليين وغيرهم وصلوا لهون؟ لا ما وصلوا لهون. بس الشواطئ. بس طبعا تبهدلوا بهدله منكم. صحيح. شلتوهم من جذورهم. ايوه. هو الاحتلال البرتغالي كم سنه جلس في عمان؟ والله طول؟ ما انه طول واجد هو تقريبا. لا يعتبر جلس كثير. ما واجد، هم طردوه. طبعا لما دخلوا اجرموا شويه هم هذول. اي صح مجرمين. ايوه. انا شفت بعض الوثائق يعني تحكي عن صحيح شو عملوا باهل الشواطئ واهل عمان واهل مسقط صح. والله شيء يندلع الجبين. جزاك الله خير. أحسنت، شرفتنا. أنا تشرفت بك. الله يبارك فيك. وأحسن إن شاء الله هذا الفيديو على قناتي. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. وأنت حتشوفه أكيد يعني. إن شاء الله. حسني مراد. إن شاء الله. ممكن المايك؟ تفضل. جزاك الله خير. بس كبسة من مرة وتعطيني إياه. أستاذ سليمان شكرا جزيلا. بارك. يعني أنا كذلك تعرفت. هذا الشباك إيش هذا الشباك؟ هذا تقريبا مخزن. هذا مخزن. وهذا بئر. هذا بئر فيها القلعة 17 بئر. 17 بئر. 17 3 فوق بالصف. كم مساحة القلعة كلها؟ والله ما أعرف، يمكن يقول تقريبا 6000 متر تقريبا. 6000 متر تقريبا. أستاذ سليمان شكرا جزيلا. أحسنت. الله يجزيك الخير. أيوة ما شاء الله. هذا باب الحصن. وباب الحصن شباب مكون من استاقيف وماني برد، هذا أنواع الخشب يعني كأنه أو الزخرفة الله أعلم، وبرد رئيسي ونقشة وتحليقة ورز وسيلان ورجل وفردة. بالمناسبة على قصة النقوش النباتية والهندسية، العالم الإسلامي بعد دخول كل هاي الأمم تحت مظلة الإسلام استبدلت التجسيم والتجسيد بشغلتين، بالجيومتريك كل الأشكال الهندسية، المربعات، الدوائر، المستطيلات، المثلثات إلى آخره، وبالزخارف أو الزينة اللي هي تعتمد على التوريق والأشكال ومختلف أنواعها. ما في عندنا تجسيد. فتحتان للمراقبة طبعا موجود فيها، فتحتان للمراقبة وباقي الأجزاء زي ما أنت شايف اللي هو هذا الباب. الحديث عن هذا الباب. شوف الأبواب. شوف لي الأبواب. هاي أبواب نزوة، عدة أبواب وكلها جميلة ولها سمت معماري تقليدي عماني خاص بهذه المنطقة، وكلها لها علاقة بفكرة الحماية والسترة واللمسة. شوف اللمسة الإسلامية لفكرة الأقواس، اللمسة الإسلامية اللي ممكن تكون موجودة بالبوابات، ومفاتيحها هيك شكلها. هاي المفاتيح هيك شكلها. طيب خلينا نكمل. في عندنا نقوش أيضا. تاريخ هذه النقوش الجدارية من 60 ل 100 سنة تقريبا. صباح الحراس. الصباح هو مدخل الحصن، وتوزع تسميته بالصباح لأنه بداية الحصن
مثلما الصباح بداية اليوم. حلوة الفكرة. ويسمى بصباح الحراس لكونه مكان تواجد حراس الحصن طوال اليوم، ويفضي الدرج الموجود على يسار الصباح أو الصباح مباشرة إلى البرزة، وهي غرفة الاجتماعات العامة التي يستقبل فيها الإمام كبار رجال الدولة. يلا شباب خلينا ندعس جوا ونقول يا الله. يلا يا أستاذ هات نشوف شو بيطلع معنا هيك. أي نعم. سمح. لا. كيف حالك يا أمي؟ إن شاء الله بخير. ما شاء الله. هذا بئر. هذا بئر. أفان. هذا شغال فيه مي لسه؟ إيه في مي. وبتستخدموها وتشربوها؟ لا ما يستخدموا بكو. واجد هو طاول تروس واجد إنه طاول. شايف كيف التفاصيل؟ طيب عندما تأتي إلى هذا المكان، إلى هذا الموقع الحضاري المبهر، بدك تنتبه إنه في شغلتين هون. يوجد قلعة، هاي اللي أنت شايفها واللي شكلها دائري، ويوجد الحصن أيضا، يعني قلعة وحصن نزوة. هم مش مكان واحد، هم مكانين لكن ملتصقين في بعض، هم في نفس النقطة في نفس البقعة، وبالتالي لابد من التفريق بين الحصن وبين القلعة. طبعا بيستقبلوك هنا بالقلعة ما شاء الله بهذه الحلوى الجميلة، شكرها خفيف، وهذه القهوة العمانية ما شاء الله، أهل كرم وجود. هاي سيدي الخريطة مشان تتعرف عليها. في الدور الأول، الدور الثاني، البرج الجنوبي، ورش. الحصن هو الأقدم. لماذا؟ لأنه بني في القرن الثالث الهجري، يعني التاسع الميلادي، لأنك تحب الميلادي. طيب مين اللي شيده؟ مين اللي بناه؟ الذي شيده الإمام السلط بن مالك الخروصي بجوار الجامع الكبير. هذا الجامع اللي انت شايف مئذنته ما شاء الله تبارك الرحمن شامخة في هذه اللقطة. طيب أيضا كان هذا المكان اللي هو الحصن مقرا للإمام وللإدارة أيضا، ويضم غرف الضيافة والمكتبة ومخازن التمور وغرف العبادة والاجتماعات. أما القلعة اللي هي البرج الدائري الشهير هذا أيضا اللي أنت شايفه بالصورة، هذا بني في عهد الإمام سلطان بن سيف اليعربي اللي حكم من 1649 إلى 1679 للميلاد. هذه القلعة استغرق بناؤها 12 عام، يعني مدة ليست بسيطة، وهي تعتبر اليوم من أشهر معالم نزوة. طيب هذا المكان لماذا يعتبر مكانا متميزا؟ لأنه تحفة هندسية. هلا بحكي لك ليش تحفة هندسية، ولأنه عبقرية دفاعية، ولأنه يحمل وظيفة سياسية، ولأنه مركز علمي. طيب تحفة هندسية لأنه شكله دائري زي ما أنت شايف، ارتفاعه 34 متر، وقطر البرج الدائري 45 متر. هذا البرج وهي الكتلة كلها تقوم على قاعدة حجرية ضخمة يصل ارتفاعها نحو 15 متر، وبعض الروايات تذكر أنها تمتد نحو الأرض أو باطن الأرض 30 متر مشان تحمل هذا الوزن الثقيل جدا. بينما بنيت هذه القلعة بالحجارة والجص العماني الذي يطلق عليه الساروج، والمعروف بقوته ومقاومته لإيش؟ للرطوبة. هذا فيما يخص فكرة أنها تحفة هندسية. طيب ليش هي أو هذا المكان عبقرية دفاعية؟ لأنها اشتغلت على مثال متقدم جدا للهندسة العسكرية الإسلامية، زي ما أنا وضحت لك قبل شوي بتفاصيل هذه القلعة وكيف هي قلعة دفاعية. والعبقرية تتمثل في وجود مدخل ضيق ومتعرج، سلم على هيئة حرف الحاء متعرج أيضا، و7 أبواب متتالية وليست متوازية. وهذا بصعب عليك إنك أنت تقتحم هاي القلعة وتوصل لأعلاها حتى تسيطر. وأيضا اللي بيخليها تحمل العبقرية إنه كل منعطف يوجد فيه فتحات دفاعية لإسقاط المواد الحارقة أو إطلاق النار على المهاجمين. وأيضا فتحات هذه القلعة تغطي 360 درجة تقريبا، حتى المدافع تكون على داير ما يدور هذه القلعة وتدافع عن المدينة. هذا مدفع اسمه مدفع فينبانكر السويدي من القرن الثامن عشر، من عيار 18 رطل،
كان موجود في حصن الحزم، والهولنديون كانوا يستخدموه أيضا. وأما هذا مدفع إبري من عيار 12 رطل، القرن السادس عشر، أقدم شوي من هذاك، مصنوع من البرونز المسبوك، في عليه ختم البرتغاليين. هيو شايف، هذا هو الختم. هيك نجيبه هيك عشان نشوفه. هذا ختم البرتغاليين. أيوة، هذا مدفع يا سيدي صنع في عهد السلطان سليمان القانوني، متى 926 للهجرة، القرن العاشر. نحت في الإطار الأعلى للمدفع سلطان البرين وخاقان البحرين السلطان سليمان بن سليم شاه عز نصره. نحت في الإطار الأسفل للمدفع عمل إسماعيل ابن حسين سنة 626 للهجرة. نحت في الوسط مال إمام المسلمين سلطان بن سيف أعزه الله. أيوة سيدي. أما وظيفة هذا المكان السياسية فهو مش حصن عسكري بس، لا، هو أيضا مقر الإمام ومركز القضاء. يعني هون كانت النظام القضائي كان موجود هون، وأيضا كان فيه مقر الإدارة المحلية ومكان لاستقبال الوفود أيضا، وكان يضم سجنا ومخازن وغرفا للحراس وللأسلحة. أما كونه مركزا علميا فلأنه ارتبط بالفقه الإباضي، وارتبط بالقضاء، وارتبط بنسخ المخطوطات، وارتبط بتعليم العلوم الشرعية، حتى لقبت نزوة زي ما حكيت لك بأنها بيضة الإسلام في عمان. شو يا شباب، من وين جايين؟ السلام عليكم. يبدو انكم حفظة، شكلكم هيك حفظ القرآن ولا؟ ما صف مدرسي مال المدرسة. والله؟ نعم. حضرتك معلم؟ أنا معلم. ما شاء الله عنكم، ما شاء الله. أنا من فلسطين. ما شاء الله. والأستاذ من فلسطين أيضا. والله تشرفنا هي. أول مرة نزور عمان. ما شاء الله. كيف شفتها هنا؟ روعة، أجمل ما فيها أهلها. جزاك الله خير. حفظكم الله. أشوفكم على خير إن شاء الله. إذن نحن عن ماذا نتحدث؟ نتحدث عن أعظم نموذج للعمارة الدفاعية الإسلامية. أين؟ هنا، مش بس في عمان بل في شبه الجزيرة العربية، ويقال إنه هذا أعظم حصن موجود في شبه الجزيرة العربية من حيث الحجم ومن حيث الدور أيضا. وبتلاحظ طبعا إنه في عمان يوجد مئات الحصون والقلاع، واللي كثير منها يأخذ هذا الشكل اللي هو الشكل الدائري. طيب، في معلومة أيضا جميلة ولطيفة تتعلق بالحصن إخواني. إيش هي هالمعلومة؟ هذا الحصن إخواني اللي جدده طبعا الإمام ناصر بن مرشد اليعربي في عام 1034 للهجرة، اللي هو طبعا 1624 للميلاد. هذا المكان يتكون أيضا من مرافق، أنا نسيت أحكي لك إياها، هي سكن لطلاب العلم، وتسمى هذه الغرف بغرف صحار. تمام. وأيضا كان في مقر للضيوف الذين يأتون طبعا من أماكن بعيدة، وكان فيه أيضا غرف للصلاة، وهذه الغرف كان يجتمع فيها الإمام بالناس. وكان هناك غرفة جميلة جدا اسمها غرفة النجوى اللي هي للمحادثة السرية، وأيضا غرفة الإمام الخاصة التي كان يقيم فيها للعبادة واستقبال الضيوف، إضافة إلى مخازن التمر زي ما حكينا. هذا المكان كان يحيط به سور دفاعي عالي جدا من أجل الدفاع عنه، وعليه ممر صغير للجنود حتى يحموا هذا المكان. خلينا نشوف هون شو فيه. السلام عليكم. أصور؟ ما شاء الله. كيف حالك يا أمي؟ إن شاء الله خير. ونسوي هذه شو؟ السفة. إيش بتسوي؟ هذه السفة أيوة. نسوي فيها الشوي لحم. طيب خلي لي هذا المايك هيك بس عندك. وهذا بتسوي مراوح نوبة. هذا بس تسوي مراوحة هي. يا سلام. وهذا إيش على ساعة؟ هي هذا من فضيلة النخل، نات الخوص زور ونسحله ونشخره ونبله بالماء. بالمي؟ إيه. نفطر شوي بالمي. إيه نخله مسبيلين. إيه نخلي إنه كان يابس. إيه. عنا هذا عنا ندون نشتغل به.
هذا ناتيه رطبا نسحله يابس ونشخره، ايوه. وبعدين نبله في سطل، بعدين أنا نطلعه من الماء ينشف، عنا ندون نشتغل به. طب وهي شو اللي بتعمليها الان؟ هذه السفة عنا نخيط بها خصفة ويسووا فيها اللحم الشواء. الشواء؟ هي هذه هي يسووا فيها الشواء هذه. هي رمية في التنور، هي هي بزار وثوم وملح وبزار. هنا بتنحرق وبتروح؟ هذا ما تحترق، أخيطها والله هي أخيطها، وعدت بعدين يسووا في اللحم هذا وقت العياد وقت المناسبة، هذا يرميه في الخبة والله في التنور. هي جزاكم الله خيرا، شيء رائع والله. هي الحمد ايش لله. هذيك يا امي؟ ايوه هذه الجمعة همانية تكنيس. إيه كنسوبة هذه بالبيوت بالبيوت هذه والحوش، وهذا عن العنكبوت وعن الدكتور الجدران الاشياء. إيه عبو يطبق العنكبوت. يا عيني على الحرف، إيه. يا عيني على الحرف. إيه. وهذا من قداتنا، هذا من حيالنا يسيعون، نحن تعلمنا نسوي هذا، تعلمنا منه من حيالنا. من حيالنا يعني من اجداد؟ حيالنا هي من قداتنا يسوي. انت مين علمك، والدتك؟ أنا أبوي كان هذا يسويه، تعلمت منه. ايوه. إيه الحمد لله رب العالمين. عندك وهذا الجدران هذا انت عملتيه كله؟ إيه هذا ما شاء الله. هذاك قال له عزاف ويدنيوا فوقه، كان مشى السماطات، كان هذاك عزاف يدنيوا فيه الأكل. بالاكل؟ إيه هذا عزاف يقال له. إيه يقال له عزاف. ما شاء الله. إيه الورق مو ميزان. ايوه هذا اسمه المجامع. هي هذا من جمعة خمة عمانية. هي هذا من جمعة. خليني هلا اشوف شو بيعملوا هناك كمان في الاخوات. السلام عليكم يا امي، شو بتعملي ما شاء الله؟ هذا نعمل هذا نسوي خوص، نسوي مراوح، تو المراوح من النخل. ايوه. وعندنا نشتري صبيغة ونصبغه، نصبغ الأخضر والأحمر، الأخضر وحده والأحمر وحده والصفر وحده والأبيض وحده والأحمر، كل شيء وحده كل شيء وحده. طب والصبغ من وين بتجيبوه؟ نشتريه. هذا صبغ طبيعي؟ نشتريه من السوق. من السوق؟ هي قوتك كذا كبر. برضه مراوح هاي؟ ايوه مروحة، ونشتري الصبغ من السوق، وعندنا نستاك نصبغه، قوتي واحد ب5 ريال. 5 ريال؟ هي القوتك. ما شاء الله، شايفك فاتحة المصحف كمان. هي فاتحة المصحف. بتراجعي؟ بيا قراهي. تقراي؟ ايوه. الله يتقبل منك. هات نشوف كمان الأخت هاي، هات عشان إحنا كمان برضو نحكي للناس إنه هون في ناس بيعملوا إشي كويس. الله يحفظكم إن شاء الله. الله يحفظك يا أمي. هي إيش بتعملي؟ أنا أسوي لقاية، تفريخ. التفريخ؟ هي ما اللقاية هذه زي العماني. أيوة زي اللي العماني. بجيت تحكي هذه الدهداشة، هذه شي العمانية. هاي الدجداش العمانية. شو. طيب وهي وين حتركبيها الآن لما تخلصي؟ هذه من الباقي من تلبس الحرمة هذه الدهداشة. أيوة. عتتعق هذه هنا في الراس. تلبس هذه كمشيلة. إيه زي هاي. أيوة. كم توزي هذيك لابسة عماني. هذا أيوة. وتلبس صرور باطلون. أنت مين علمك على هذا الشغل؟ والله علمونا حيان بأول الأجداد، الأم والعمة والخالة. نعم. يعني كلهم معنا. نعم. وكنا صغار ونتعلم منهم، ما شاء الله. نشوفه كيف يسوين وكيف كل شيء. طبعا. ونسوي كماهم، علمونا وعلمونا. الله على الماكينة نبيه يوم نخيط ماكينة. هي هذه شمال الأولاد صغار مع البنات، نخيط نبع على الماكينة نبى تعلمني. وبنات اليوم بيعملوا زي كن؟ لا والله بنات اليوم ماشي. طب احكي لهم شيء لبنات اليوم. شو بقى؟ هذا نبي مسوينا على الماكينة تحت المكيفات وبدهم مش يشتغلوا، بدهم مش يتعبوا، بدهم مش. هذا على الماكينة مسوينا. شوفوا هذا ايش هذا؟ ماكينة، هذا خيط. هذا ماكينة. هي وهذا بوليد، يعني نفرخ نسوي الهديس، نسوي هذا شق باطلين وكله لها ثياب ان شاء الله. ويوفقنا. على زمن اول طبعا مشان يتذكروا الجيل الحديث انه في حرف، والحرف نعم طبعا هذا بأول هذا يعني في فرق مش الجيل الأول والجيل الحالي. طبعا هذا هدفنا. بدنا نفهم الناس هذا الشيء مش لازم يروح. صحيح. هذا تراثنا، تاريخنا. صحيح. هذا الهدف. الحمد لله. الله يوفقك. الله يجزيكم بالخير ويبارك فيكم. شكرا على وقتكم. الله يحفظك يا أمي. شكرا. السلام عليكم. آمين. جزاكم الله خيرا. عندي منصة اسمها تاريخي.
حب التاريخ. أحب التاريخ شيء أكيد. حب التاريخ. شيء أكيد أحب على التاريخ. يوتيوب تكتب كلمة تاريخ هنا حيطلع لك تاريخ مرتب وحلو ونظيف. ما شاء الله عليك. حضرتك أنت دليل؟ أنا نعم مرشد سياحي في هذه المدينة. والله شوف هالصدفة. طب احكي لنا شوي عن مدينة نزوة. احكي لي أهم شيء يجب أن يعرف الجمهور نعم عنه يخص مدينة نزوة. نعم طبعا اسمي أحمد الصباحي من قلب هذه المدينة، وطبعا هذه نحن أيضا أصحاب هذه السيارات الكلاسيكية السياحية الجميلة وهي باسم مسار الحارة. نعرف ضيوفنا بهذه المدينة الجميلة وبالتحديد حارة العقر الأثرية التاريخية، وهي حارة قديمة بها كثير من الإرث الحضاري الذي خلفه الآباء والأجداد في هذه الحارة الجميلة والحارات المجاورة، ما تزخر به من مقومات سياحية وأيضا أثرية تاريخية قديمة. ما شاء الله. نعم. أنا بلاحظ البيوت من الطين. نعم هي طبعا هذه الحارة هي حارة العقر، تعتبر من الحارات اللي هي الذي يقصدها الناس من كل أنحاء العالم. وهذه الحارة هي أيضا ملاذ خصب أيام زمان وما زالت فهي أيضا أيام زمان أيام الأئمة والسلاطين كان أيضا يؤخذ منها القرارات من عمان من هذه الحارة. والله. نعم. أوه. وأنتم قاومتم من حاول أن يعتدي على هذه المدينة؟ شيء أكيد، لأنه في النهاية لا تنسى أن يوجد بهذه الحارة أيضا سور حارة العقر الجميل، وهو يمتد لمسافة 2 كيلو وبه 17 برج، وأيضا يوجد به 4 بوابات رئيسية طبعا في هذه الحارة. طبعا هذه الحارة نتشرف أيضا بزيارتكم لهذه الحارة العريقة حارة العقر. أيضا نزوة يوجد بها كثير من الأفلاق، وأشهرها أيضا فلق دارس وفلق الغندق وفلق أيضا فلق ذوت، وتعتبر من الأفلاق أيضا الداودية. الإنسان العماني من وين جايب الذكاء الخاص فيه في البناء وفي الأفلاق وبالتفاصيل هاي؟ طبعا العمانيين القدامى أيضا أبدعوا في أيضا تصميم هذه المنازل القديمة، فهم أيضا صنعوا أيضا هذه الحارات هي حارات دفاعية، وهي أيضا حارات أيضا محصنة. مدينة نزوة رائعة جدا، لا تزال تحافظ على بعض البيوت الطينية القديمة. لما تكون أنت ماشي في المدينة القديمة، السلام عليكم، تكون ماشي أنت في المدينة القديمة وبوابة أو واحدة من البوابات القديمة تكون شوف من الطين من القش. طبعا هذا القش لما بنخلط بالطين وبنحرق بصير الصلب صعب إنه يعني يصير أي شيء. يا سلام يا سلام. شوف هذا مدخل المدينة من الطين. شوف الحصن كيف كان زمان، ما شاء الله تبارك الرحمن. شايف جد هذا مدخل صباح أبي المؤثر هيك اسمه. السلام عليكم. هذا الباب كان هيك، وبعد الترميم شباب صار هيك. شوف فوق في 3 نوافذ وقوس وباب، هون في 3 نوافذ حافظوا على نفس الطريقة، 3 نوافذ قوس وباب بس. خلص الله يعطيه العافية، يعني هذا بيكون خلص عيد يعني. فشو بدك تعمل؟ شوف البيوت القديمة الطين هناك، شايفين بيوت الطين هناك؟ شوفوا هذا الجديد هذاك الطين. أي نعم، يا ريت نضل محافظين على البناء بأسلوب الموروث الذي يربط الإنسان بخالقه. نعم هذا الجديد شباب، هذا الإشي الجديد. شرفت أوكي. هاي القديم الصح الأوريجينال. شوف هاي مصنوع من الطين عشان تعرف الفرق بس. هيك كانت بيوتنا هون، هيك كانت بيوت أهل نزوة في عمان. شوف الجمال، شوف الروعة. شوف هي كل طوبة لحالها. شوف القوس من الخشب كيف. أما هذا عندكم يسار مسجد الفرق، عمره أكثر من 900 سنة، وتقام فيه الصلاة إلى وقتها الحال. المساجد اللي راح يمر عليه إن شاء الله في الحال راح تلاحظون أغلبيتهم مرتفعة، لأنه في السابق لا يوجد مكبرات صوت، فعشان يوصل الأذان إلى غلبه الماء. كان يسمى قديما مسجد الأحوص، وفي بعض الروايات بأبي الأحوص نسبة إلى بنيه الشيخ العالم أحمد بن محمد بن بني محيص، وبني في القرن الخامس الهجري. شايفين إخواني كيف؟ هاي اللي كانت هاي زمان كانوا يبنوا شباب. ما تقول ليش هذا إشي قديم جدا، هيو من الطين والحجار. شوف، وهذا أكيد عاش سنين طويلة 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 طويلة. هذا كان في لحظة زمنية ما بشر بيعيشوا فيه.
هي قوس فوق طابقين من الطين ومن الحجر. شوف كيف من الداخل. هي شو بدك انت؟ ان شاء الله. شوف الزقاق، شوف الزقاق القديم. تمشي بالزقاق كانت البيوت قريبة على بعض كلياتها. شوف تمشي في المدينة القديمة هون. هذا فندق على فكرة. هاي بيت من الطين. شايف ارتفاعه كم؟ من الطين والخشب والقصب والأشياء كلياتها. بده ترميم الحكي. هاي البيت من جوا كيف كاين؟ رفوف وأشياء. هذا بكون عمره آلاف السنين. سور حارة العقر يعتبر من الأسوار الجميلة في هذه المدينة، وهو أيضا من الأسوار أيضا الدفاعي لهذه المدينة القديمة. هذا سور حارة العقر يمتد لمسافة 2 كيلو وبه 17 برج وأيضا 4 صباحات رئيسية. إذا قلنا الصباح ولا الدروازة ولا الباب مع المدخل لهذه الحارات. هذا سور حارة العقر. هذا بالفيديو. أيوة هذا فيديو. هذا الفترة المسائية يكون بالشكل هذا. جميل. ده جميل جدا الفترة المسائية. نعم. شيء آخر يعني، شيء رائع. راح نوريكم شيء مهم أيضا في هذا المكان وإحنا رايحين للمواقف العامة. شايفين هذه المواقف العامة اللي تشوفوها ليست مواقف عامة فقط، وإنما في هذا المكان مجرى لأودية ولاية نزوى. شوفوا ولاية نزوى لما يصير فيها أمطار تكون بالشكل هذا. الفترة المسائية هذا تصوير طبعا ليلي في الفترة الماضية من أمطار سلطنة عمان. والله هذا المكان يصير. أي نعم. شوف الحين بحر. المكان اللي فيه سيارات ومواقف. نعم. نعم. الأستاذ خليل الخروصي أحد الشباب المبدعين في هذا المكان. كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. كيف كل زور؟ والله روعة، من أجمل مدن العالم. شوف لنا نزوة بجملة واحدة. لحظة شوي. هي التاريخ، هي الحاضر، وهي المستقبل. هي التاريخ والحاضر والمستقبل. حاضر والمستقبل. يا سلام عليك، يا سلام عليك. يلا سلم. جزاك الله خير أستاذ. ماضي كانت عاصمة إدارية وسياسية لسلطنة عمان. كانت عاصمة إيش؟ إدارية وسياسية. إدارية وسياسية العاصمة. أيوة. تقريبا يقارب 1000 عام. هو مسميه العاصمة السياحية. ما شاء الله. الله يحفظكم جميعا. شكرا أستاذ خليل الخروصي أحد الشباب المبدعين في هذه المدينة. أمامكم مجسم عاصمة الثقافة الإسلامية الذي بني في 2015 ليواكب ذلك العام عاما للثقافة الإسلامية مدينة نزوى. أمامكم هذا سوق نزوى المركزي، وافتتح في عام 1992، فاز كأفضل مشروع معماري في الوطن العربي في نفس العام، ويعتبر هذا السوق من أكبر الأسواق في سلطنة عمان، وهذا السوق بالكامل يزاول فيه عمانيين. أهلا ومرحبا بكم في سوق نزوى المركزي الجميل. يمينكم هنا صناع التحف والهدايا والأسلحة التقليدية والخناجر العمانية. يساركم هذا سوق اللحوم والدواجن الحية. أمامكم في اتجاه الأيسر هذه صالة وسطية لبيع الخضار والفاكهة بالتجزئة. أما الباب الآخر فهنا صناع الحلوى العمانية وجميع القبائل المختلفة من الباب الآخر. يمينكم هنا أولاد نصير، هم أول من صنع الحلوى في نزوى، وهم أقدم الناس في صناعة الحلوى. نعم. وهذه المحلات المجاورة للحرفيين وصناع التحف والهدايا. ما شاء الله. جزاك الله خيرا، ما قصرت. كلكم رقي أهل عمان وأدب وخلق عظيم ما شاء الله. أستاذ يومك سعيد. الله معكم. شكرا. التوفيق إن شاء الله. إلى اللقاء. مع السلامة. ما شاء الله.